ظهرت معانا في حلقه سابقه بين حلقات القناه اليوم في الاسبوع اللي فات. رد الفعل كان غير طبيعي، انا ما كنتش مصدق نفسي من كميه التليفونات اللي خدتها، التليفونات اللي خدها عمرو، والتليفونات الاكتر واكتر اللي خدتها الاداره هنا. ناس كتير جدا طلبوا وقالوا احنا اسفين ان احنا ما سمعناش كلام عمرو علشان نسجل الفقره دي، ارجوكم ابعتوا لنا. منهم زوجتي انا شخصيا وحوالي 4 5 6 7 معارف واكتر مني غير التليفونات. انا بتكلم على الشاعره الجميله ايمان بكري. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، منورانا مره ثانيه. قليل لما يعني بنستدعي نفس الضيف مره ثانيه في وقت قصير كده، ولكن نزول على رغبه الجماهير داخل مصر وبره مصر. يمكن اوريت حضرتك فاكس حد بعت لك من استراليا وبيدور على كتبك ومستعد يعمل لك دعوه يعني مفتوحه لاستراليا تنوريهم هناك. ناس كتير حابين الشعر بتاعك، ويمكن حابين نبتدي معاكي بقصيده ناس كتير حبتها وطالبين اعادتها، والنهارده هنقول حاجات من القديم وهنقول حاجات جديد ان شاء الله. الناس طالبه برضو اي حاجه، عايزين اي حاجه تاني. على طلب الجماهير واصرارهم لانه عايزين يسجلوها. يعني والله اصرار، يعني اصرار. عايزين نبدا بيها يعني لو سمحتي، وبعد كده نروح بقى في حته تانيه. مانيش محتاجه انا الحاجه ولا عايزه خلاص حاجه، ولو طمعان انا في حاجه ما خليتوليش ولا حاجه. عموما بصوا في حاجه هقولها بس محتاجه عقول تفهم، ولو حاجه ماهيش مفهومه او حاجه نفسرها بكام حاجه، نوضحها بكام حاجه، وهي حاجه مع حاجه هتظهر وتبان لنا حاجه. وانا ما بخافش من حاجه، مانيش مسنودة ولا حاجة، لكن ما بخافش من حاجة، وأساسا مش هقول حاجة. لكن فرضا لو هقول حاجة هيحصل إيه؟ ولا حاجة. هيعملوا إيه؟ ولا حاجة. وبعد الشر بعد الشر لو واحد من القاعدين من السامعين من الضالين فهم حاجة هيعملوا إيه؟ أكيد برضه ولا حاجة. فنتوكل على الستار لوجه الله نقول حاجة. في ناس بتعيش عشان حاجة، وناس بتموت عشان حاجة، وناس بتموت على الحاجة، وناس تديلك الحاجة وتبقى ليها محتاجة، وناس تديلك الحاجة تاخد قدامها 100 حاجة، وناس تكبر تكون حاجة، وناس تصغر عشان حاجة، وناس منظر ومش حاجة، وناس تحلم بحلم بسيط وتصحى وما تلاقيش حاجة، وناس تنهب في خلق الله ولا حدش يقول حاجة، وتلقى كبير حرس ونسير عليه منظر وهو جبان وشيخ منصر ولا يبانش عليه حاجة. كلامي يا خلقي فيه حاجة لحد دلوقتي؟ فيه حاجة؟ كلام عادي وبسيط جدا ولا فيه شيء ولا حاجة. صحيح نفسي أقول حاجة و100 حاجة، لكن مش قادرة أقول حاجة، لأني لو هقول حاجة هيجي ناس بتوع حاجة وياخدوني على الحاجة، ويمكن أروح ورا الحاجة وهو لو سمع حاجة هيعملوها لي. الله عليك حاجة. عموما بصوا، لو واحد من القاعدين عايزني أبلغه بحاجة يقول ما يخافش من حاجة. نعم في إيه؟ لا 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 لا، لا فيه سرقة ولا تهليب ولا تهريب ولا حاجة. وبتقول ايه؟ قضية ايه؟ واكياس ايه؟ ومصمصوا ايه؟ وخصخصوا ايه؟ وخلصوا ايه؟ شفافية. مفيش حاجة. وبتقول ايه؟ لا 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 لا، عيب. لا فيه ترقيص ولا تدليس ولا تدبيس ولا حاجة. الله. سمع معهوس. انا حاسه ان في حاجه. الله. دقيقه سكات لا تبقى احداد. انا حاسه ان في حاجه. زمانكو يا خلقي في حاجه، ولازمه كام و100 حاجه. ده لو كان يعني في حاجه. انا عن نفسي مش حاسه ولا بحاجه ولا متضايقه ولا حاجه. سعادتك برضو مش زي ما فيش حاجه اهو بيقول ما فيش حاجه. سعادتك برضو مش زي وما فيش حاجه اهو بيقول ما فيش حاجه. ما انا قلت لكم الاول ما فيش حاجه. عليا النعمه يا اخوانا ما في حاجه، ورحمه ابويا ويا ابوك على اللي جابوك ما في حاجه. وعهد الله وعهد الله وعهد الله ما خلونا ولا حاجه. وبقول لك ايه؟ خلاص خلص وفيركش يلا يا اخوانا ما فيش حاجه. الله عليك. الله الله عليك. انا عايزه اقول لك حاجه. اتفضلي. انا سعيده جدا 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 بانضمامي النهارده للقعده دي. الله يخليك. وانا رحت اشتريت كتابك قبل ما اجي، ولقيت نفسي مش قادره اسيبه. فعلا مش قادره اسيبه لانه مليان حاجات. الديكتاتور. الديكتاتور. ده انا اول ما فتحته لقيت حظ العفش. حظ العفش يجنن. ولقيت صوره بتقول شفت الناس قاعدين، شفت الصوره قدام عينيا، مش مجرد كلام بسيط قوي قوي في الظاهر، ولكن بين السطور دبابيس وإبر. انت جميله، وكل حاجه بتقوليها فعلا وراها حاجه.
ودايما ناس في ايديها حاجات كتير مش حاسه. وما بتعملش حاجه. ايمان هانم، قلت لنا عايزه تعلقي على عندك قصيده على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه على الرجاله والستات. لا هو في انا طبعا الشعر لازم يكون فيه موضوعات متنوعه. طبعا. فطبعا الشعر في حياته بيقابل نماذج كتير، وبقى فيه رسائل انا بوصلها كده. فانا هقول قصتين صغيرين بس مرتبطين ببعض عن الستات والرجاله والحاجات دي. فبقول الاول يا بنتي عن موضوعنا النهارده يعني في من ده في يعني فبتقول يا بنتي بلدي عيب لما اللجام هيسيب يسترخصوك الناس، في بنطلون مزنوق وبلوزه شبر الفوق، ولا حتى في الجمباز عريتي تحت وفوق، ولا عادش عندك ذوق ولا حتى فيه احساس. تاني بلوزه شبر لا 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 مش معقول كده. يا بنتي بلدي عيب لما اللجام هيسيب يسترخصوك الناس، في بنطلون مزنوق وبلوزه شبر الفوق، ولا حتى في الجمباز عريتي تحت وفوق، ولا عادش عندك ذوق ولا حتى فيه احساس. لحم الخروف مذبوح بنجيبه بعد الروح، ما تحصل الانفاس، ولحمتك بالكم دكان وطول اليوم مفتوح لارخص ناس. يخرب زماننا زمان كأن عمر ما كان لنا اصل ولا اساس. الله. وانا يعني بعد القصيده دي على طول بقول قصيده تانية خالص، بقول قالوا الرجال ان النساء ملهمش في الوزارات، ونهار ابونا مسا لو حكموا الستات في وزاره التموين والاقتصاد بالذات هتضيع فلوس البلد في اللبس والبوتيكات. بالذمه ده اسمه كلام؟ يبقى وزيرنا مدام واسم البعيد فتكت، يختي عليه لو مشي يدخل مجالس كشي، لابس قميص شفتشي من كلمه واحده يختشي وينزل صويت وعياط. يا اهل العلام والادب اقروا التاريخ اللي انكتب فوق الطريق علامات. كليوباترا حكمت بلد بالحيلة ويا الجلد من غير لا خد ولا هات، وكام من وزير كان قفا جه في الطريق واختفى ولهف معاه ألوفات. قصر الكلام يتقال من فيهم اللي يفيد، مش مسألة عضلات. وساعات كتير ستات بيكونوا رجالة ورجال بطبع النساء وطالع لهم شنبات. قلت المره اللي فاتت بالظبط انا مش هتكلم، انا عايز اسمع. اشجينا يا مدام ايمان لو سمحتي. رجاء كانت طالبه حاجه. كنت طالبه حاجات. عبد مشتاق. لاخواننا في منطقه الخليج، عبد مشتاق هي الشخصيه موجوده في مصر وموجوده في العالم العربي من عبد مشتاق هو الراجل اللي مستني منصب وزاري، يعني هيموت على منصب وزاري وتليفونه عند عم عبده بتاع العصير. بقول الولايه الرابعه ليك والولايه الخامسه ليا، خمسة وخميسة في عينيكم يلي هتنقم عليا. بطلوا لقم وخباثة، حد جاب سيرة الرياسة، مال انا ومال السياسة. دي العبارة في الدبارة، نفسي ابقى وزير صغنن والقى كرسي في الوزارة. هو ده مش حق ليا ولا يعني كتير عليا؟ يا وزير بالعين دي فيا، الولاية الرابعة ليك والولاية الخامسة ليا. نفسي اشوف شكل المنافق والملاوع واللي نافخ بدلته ورافع ايديه، والحرامي والمرابي واللي كوش على الاراضي واللي نام وضميره راضي وربنا غضبان عليه. نفسي اقابل مره دندي والسيمون ابن الفيميه، اصلي متغاظ من دو غيظه، بكرهه كده بالغريزه، كان قصادي ابن اللذيذه وراح في كرش اللي اسمه ايه. نفسي اعمل سندباد، نفسي اشوف مجلس وزارة، نفسي اخش البرطمان، كلمتي تبقى بإشارة واد مخلص العباد. نفسي اشوف شكلي وملامحي بيضة فل لو كنت امحي، وامشي واضحك للمصور صورة بالبدلة لموني، صورة بالبدلة الرصاصي، صورة من غير حاجة خالص، صورة فوق راسي البري. هو ده مش حق ليا ولا يعني كتير عليا؟ يا وزير الحقانية، الولاية الرابعة ليك والولاية الخامسة ليا. نفسي احس ونفسي اشعر اني قد المسؤولية،
نفسي ارفع اي حاجة في الشؤون المعنوية. طب وزير للمنشآت العمرانية، وحشة دي رملة صحراء وكوز مية يعمروا لي الشكمجية. ولا حتى وزير سخافة، املى مخ الناس لطافة، كرسي في التنوير وضلم طلعة الفكر البهية. مسكوني الخارجية مش بحالها، حتة منها مش كتير ابدا علي، هسعى واعمل شو يجنن في العصابة المفترية. نفسي استدرك برك في الحارات اللي في بولاك، واسأله إمقاس افاك، قول لي جوه العلبة ايه، دبلة فضة ولا فيل، وارقعه بايدي اليمين واخبطه بايدي الشمال، وقول انا عيوشة يا، والهرم قول مين بناه، جده خوفو ولا فوفو ولا ابوك مستر كوهين. يلا يا